من واظب على هذا في كل جمعة سدد الله دينه وأغناه من حيث لا يدري ولا يحتسب، ووضع له المحبة في الصدور ووقاه شر الظلمة وضيق الصدور. بعد ما تخلص أو تخلصي صلاة الجمعة خليك مكانك وما تتحركش ولا تقعد تحدث أي حد في أي شيء، واعمل اللي هقولك عليه ده علشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك ما بين الجمعتين. مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك في الاسبوع ده ما بين الجمعة دي والجمعة دي الهبة والقبول. مش كده وبس، ده ربنا لو عليك دين في الاسبوع ده ربنا سبحانه وتعالى هيسدده، ولو عندك هم في الاسبوع ده ربنا سبحانه وتعالى هيفرجه. ركز معايا، مش هتقعد 10 دقايق بالظبط. هعمل ايه؟ وانت قاعد مكانك هتقرأ الفاتحة 7 مرات لآخرها، وبعدين تقرأ قل هو الله أحد 7 مرات لآخرها، وبعدين تقرأ قل أعوذ برب الفلق 7 مرات لآخرها، وبعدين تقرأ قل أعوذ برب الناس 7 مرات لآخرها، وبعدين تقول الدعاء ده. تقول ايه بقى؟ اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.